المهم وسط كل التعليقات والتحليل ده شفنا اغرب تعليقات في الجزائر ان سبب خسارتها كانت حاجه بره الصندوق خالص. في أجواء جنائزية خرج المنتخب الوطني من الباب الضيق أمام منتخب موريتانيا. خسرنا معاه موريتانيا يا ناس. لم يسبق له أن فاز بأي مباراة في نهائيات كأس إفريقيا. عيبا أن تفوز عليك موريتانيا. كارثة في كرة القدم الجزائرية. راح يكون فضيحة كبرى لأنه إقصاء من كأس إفريقيا في الدور الأول. الإقصاء لم يكن رياضيا، كانت هناك أمور غير رياضية تحكمت في تلك النتيجة. فاضل الأحداث في صراو أحداث خطيرة جدا. الجزائر راهي معرضة إلى المؤامرة. لازم نعرفوا يا ناس، تعرف يا جمهور بلي تعرضنا لمؤامرة دانئة مؤامرة يعني شنيعة من أجل تكسير الجزائر. مش فقط ضد المنتخب الوطني ولكن ضد الكرة الجزائرية. هو اللي باينه، هو اللي إسرائيل ديريكتومون. والناس ما حبش تفهم بلي تعرضنا لمؤامرة بغض النظر على الفوتبول ما كناش، والتغييرات ما كناش، والتحضير البدني ما كناش، بصح كاين مؤامرة. نعم، إنها المخدرات. احنا فشلنا بس هنقول مؤامره. بغض النظر فعلا ان اساسيات الفوتبول ديت حاجه جانبيه ملناش علاقه بيها، بس واضح قوي ان اسرائيل اللي بتجند مهاجمين عشان يستهدفوا مرمانا. في أجواء جنائزية. هي الجزائر تحت الحصار وما لعبتش مجموعات ولا ايه؟ يا عم المنتخب خسر عادي، ما تقلقش مفيش حد استشهد. معلش يعني هو يمكن عنده لبس ولا حاجه، هو تقريبا لما سمعوا المعلق بيقول الكوره في الشباك افتكروها الشباك الاسرائيلي. لا على فكره يا استاذ الاستاد غير المساعد ده عشان تبقى خلاص يا عم ما تزعلش، منتخب وخرج يعني من البطوله عادي. ما تهجرناش منها للابد، ما احنا خرجنا من الكونغو الديمقراطيه ويعني ومشيت الامور. انا بس عندي سؤال، لو انت معترف ان المنتخب بيعاني وما عندوش اساسيات الكوره، طب المؤامره هتجيلك تعمل ايه؟ يعني قول لي هتتامر عليك فين؟ مفيش في وشك مكان يا استاذ، دي رياضه. أمور غير رياضية. تصدق شكلها كده فعلا مؤامره كونيه. اصل ليه لعيبه بتكسر وبتشوط في السماء؟ سوء اداء مثلا؟ فشر، اتخلل في عجله الجاذبيه. يعني خلصنا تحليل اداء واتاكدنا ان الجول اللي اتلغى للجزائر تسلل، وان ضربتين الجزاء اللي اتحسبوا عليهم واضحين زي الشمس، بس برضه ايه؟ التحكيم ضد الجزائر. فاضل